مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. محل القسم ونصيب حسين يقذف أليكس السوري وعناته بكلمة جحش وحمار بسبب سوء تعامله مع البنات وبالأخص مع المشتركة الجزائرية إيمان، والصراخ عليها خلال مرات متعددة، ويرى بأن تصرفاته تدل على أنه قد أتى من حديقة حيوانات. ما بتفهم انت ولا انت ما بتفهمين عن ديبك، ما بتفهم يا حرق ديبك. كم مره صرت البنت لازم تعملها مثل القمر يا غبي. وين جاي من اي جنينة حيوانات جاي؟ من اي جنينة حيوانات جاي؟ انا بفرجيك. كما أكد حسين أن المشترك السوري لا يفهم بها الأخلاق، وهذا هو الأسلوب الذي سيفهم به، وقال بأن أليكس كاذب وهذا هو السبب. جحشي تعال ما تشهق، ما تشهق، اوعى تعال رئيس. انت مسطول ما بتفهم. من وين جاي؟ قلت لي انت موديل وعندك ماركه وبدك تطلقها بدبي وبتونس وما بعرف وين، وكله كذب ويكذب، كله كذب. وفي هذا المقطع قام حسين بتحذير أليكس من الفانز الجزائري والمغربي وكذلك التونسي في حالة ما فتح بث مباشر على تيك توك، لأنه سيسمع جميع المسبات بسبب تعامله الحيواني مع إيمان الجزائرية. الجزائريين حيحرقوا سلافك حرق، ناطرينك. أنا عم قلك والله قسما بالله وحياة رمضان عم قلك، أنا عم بعطيك شي من عندي. اوعى ما تطلع لايف، خلص أنت سكر التيك توك، اوعى تطلع لايف لأنه حيشرشحوك تندم تطلع لايفات بحياتك. والمغاربة كمان يا حبيبي قالوا لك، والمغاربة كمان والله العظيم أنا خدها مني. شوف أنا اشتمك سبك، خليني أنا عم بشتمك وسبك أحسن لك. ما تطلع لايف لأنه حينزل عليك 7850 واحد مسبي. وتونس كمان يا حبيبي، يا حبيبي ليلتك سودا يا معلم، ليلتك سودا. جحشي بكرة بالحلقة، أنا بكرة عندي لايف معكم، بكرة حتشوفوا هذا الجحش شو عامل له. يعني ما تواخذوني على الكلام هذا البذيء، ولكن عن جد عن جد بيستحق. وفلسطين كمان أكلنا خرب، والأردن كمان يا حرام يا حبيبي. لا الأمة العربية كلها وليبيا. لا 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 والله لا يحرقوك حرق، والله لا تندم الساعة اللي فت فيها على القسم ونصيب. قسما بالله بكرة لا تندم الساعة. والعراق